حاجتين مهمين جدا عملهم حسام حسن في مباراه نيوزيلندا ومباراه بلجيكا، اثبتوا ان هو احسن مدرب مسك المنتخب من فتره طويله واحسن من اي مدرب اجنبي. اول حاجه معانا ان هو غير مركز محمد صلاح وخلاه تحت المهاجم عشان نقدر نطلع بالكوره بصلاح افضل من اي لاعب موجود في الوقت الحالي في منتخب مصر، لانه عنده رؤيه وعنده كنترول كويس بالكوره وتقدر تخرج بالكوره بيه كويس جدا. حط زيكو في منطقه اليمين وحط امام عاشور في منطقه الشمال ولعب بعمر مرموش راس حربه، والطريقه دي نجحت جدا في مباراه بلجيكا وكان عندنا شكل هجومي كويس جدا. في مباراه نيوزيلندا الموضوع اختلف شويه، زيكو ما كانش احسن حاجه في الشوط الاول وما كانتش الكرات اللي بتجيله كلها واحد على واحد بيقدر يتصرف فيها كويس جدا. فكابتن حسام حسن بين الشوطين نقله من منطقه الوينج خلاه راس حربه، وجاب صلاح لعبه تحت راس الحربه وكمان مايل ناحيه الوينج اليمين ومعاه محمد هاني وانطلاقاته وعمر مرموش شمال وامام عاشور هنا على الدايره. الحاجه الثانيه اللي عملها حسام حسن ان بالرغم ان عندنا كميه الوينجات دي هيثم حسن وابراهيم عادل وتريزيجيه وزيزو، لعب امام عاشور في منطقه الوينج عشان امام بمنتهى البساطه هو اللاعب الوحيد اللي يقدر يطلع بالكوره وكمان عنده قدرات هجوميه في المناطق الاماميه تشكل خطوره، يعني عنده ميزتين: الخروج بالكوره والقدرات الهجوميه. عشان كده فضلوا على زيزو وعلى تريزيجيه وعلى هيثم حسن وعلى ابراهيم عادل ولعبوا وينج شمال. حسام حسن اثبت للجميع ان هو فنيا وتكتيكيا اعلى من اي مدرب، دي من وجهه نظري. السؤال هنا بقى، هل مع اول اخفاق اللعيبه والمدرب دول هيتهاجموا بعد الاداء العظيم اللي اديناه في المباراتين اللي فاتوا؟ نتمنى غير ذلك طبعا.